وتبتدي المباراة بهجمة نهضة بركان، واللاعب يخبط رجله في المدافع ويوب يضرب غطس في البسين. يا نهار اسود، ودبشه واقعه في ترع. ومن هنا تسديدة قوية ولكنه يقع وقعة غريبة. الكرة هنا بتروح لخميس كاكا ويعملها واحدة باكورت يوديها فوق الشبكة. الكرة دي بيعمل باص للاعب نهضة بركان وبيلبس مدافع الزمالك ضربة جزاء. انت بتقول ايه؟ الحكم هنا قرر يرجع للفار والزملكاوية كلهم على أعصابهم. وطبعا الماتش في المغرب، وعلشان ما فيش زوم وعلى الحكم راح حاسبها ضربة جزاء. وهنا اللاعب بيدخل يشوط ضربة الجزاء ويحطها بكل برود على يمين عواد لتصبح النتيجة 1-0 لنهضة بركان. هنا لاعب الزمالك كان عايز يلبس المدافع ضربة جزاء لكن وقع قبل المدافع ما يوصل له. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. هنا فاول لنهضة بركان، يلعبها عرضية جميلة ويلعبها بالهيد تعمل بند وعواد يمسك الهواء وتدخل جون. ابعد عني، بص رجلك، ابعد عني، عديت تاني امال على رجلي دي امك خلاص. ابعد عني بدل ما تاكل في وشك، ابعد عني يا عم، ابعد عني قلت لك مش عايز اديك والله. هنا عرضية جميلة من لاعب الزمالك توصل لسيف الجزيري وهوب يحطها جول. برافو عليك. وكده الزمالك يحتاج لهدف واحد بس في القاهرة لكي يحصل على البطولة. جميل جميل. بس تخيل الزمالك يفضل كسبان 1-0 لحد الدقيقة 85 وهوب نهضة بركان يخطف التعادل.